كام واحدة فيكم حصل معاها الموقف ده؟ أمها كبرت في السن شوية وفي يوم ومن غير مناسبة الأم طلبت من بنتها تيجي تحضنها. البنت اتفاجئت، مش لأنها مش بتحب مامتها ومش لأنها وحشة، بس لأنها ببساطة مش متعودة. اتحرجت ترفض، فقربت منها وحضنتها، لكن بدل ما تحس بالأمان اللي المفروض تحسه وهي في حضن أمها، حست بحاجة غريبة جدا: توتر، لخبطة، جسمها متخشب، إحساس إنها عايزة تحضن بجد، بس هي مش عارفة إزاي. ولو انتي حسيتي الإحساس ده قبل كده، فأنا عايزة أقولك حاجة مهمة: انتي مش وحشة، ومامتك كمان مش وحشة. احنا بس محتاجين نفهم القصة من الأول بهدوء ومن غير ما نوجع حد. لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا دويدار، وده بودكاست قعدة أمهات. النهاردة هنتكلم عن الحضن الغريب ده، بس بطريقة مختلفة. أمهاتنا، الجيل اللي قبلنا، محدش فيهم صحي الصبح وقرر يكون بعيد عن ولاده. محدش فيهم قال أنا هخلي بنتي لما تكبر تستغرب حضني. بالعكس، أمهاتنا دول كانوا أبطال، بس بوعي وقتها. كان وعيهم بيقول إن الحب يساوي مسؤولية. يعني أنا لو أكلت وشربت ولبست وعلمت ودخلت أحسن مدرسة وحافظت على ولادي من أي خطر، يبقى أنا كده بحبهم حب ملوش حدود. ومحدش علمهم غير كده. محدش قال لمامتك وهي صغيرة إن الطفل محتاج حضن من غير سبب. محدش قالها إن كلمة أنا فخورة بيكي ممكن تبني شخصية بنتها أكتر من أي درس. مامتك نفسها، هو مين حضنها؟ مين طبطب عليها؟ مين سمعها؟ هي ادتك من الحتة اللي هي تعرفها، من المخزون اللي عندها، وده كان آخرها وقتها. وده مش ذنبها، دي كانت حدود ووعي جيل كامل. فاحنا مش جايين النهاردة نحاسب الجيل اللي فات، احنا جايين نطبطب على الجيل اللي فات وننور الطريق للجيل اللي جاي. لأن الفرق بيننا وبين أمهاتنا إن إحنا بقى عندنا فرصة ذهبية ما كانتش عندهم. إحنا بقى عندنا وعي، بقينا عارفين معلومة هم ما كانوش يعرفوها: إن الطفل عنده نوعين من الجوع: جوع البطن، وده بنشبعه بالأكل، وجوع القلب، وده ما بيشبعش غير بالحب اللي بيتشاف ويتسمع ويتحس. حضن من غير مناسبة، بوسة على غفلة، سمعان بجد لحكاية تافهة طويلة، قاعدة جنب بعض من غير موبايل ومن غير أوامر، جملة أنا بحب أقعد معاك. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتبني الحميمية. الحميمية مش زرار بندوس عليه لما نكبر ونقول لهم تعالوا حضنوني. الحميمية عاملة زي الزرعة الصغيرة، كل حضن، كل كلمة حلوة، كل مرة سمعتيهم فيها للآخر، انتي بتسقي الزرعة دي. ولو ما سقيناش الزرعة، هي مش هتموت، بس هتفضل بعيدة وغريبة. وعلشان كده السؤال اللي بجد مش ليه ولادي بعيد عني لما كبروا، هو أنا النهاردة هسقي ايه عشان بكرة ألاقي ايه. وهنا بقى الخبر الحلو اللي أنا عايزاكي تقومي من الحلقة دي وانتي مصدقاه: إن الزرعة حتى لو عطشت سنين لسه ينفع تتسقي. العلاقة حتى لو بقت غريبة لسه ينفع ترجع دافية، بس محتاجة مننا شجاعة وحنية في نفس الوقت. محتاجة إن إحنا الكبار نبدأ الأول. لو بنتك كبيرة دلوقتي، جربي تقربي من غير ما تطلبي. ما تقوليلهاش انت ليه ما بتحضنينيش، لأن ده سؤال هيحسسها بالذنب. جربي انت اللي تحضني الأول، حضن قصير خفيف من غير عتاب. قوليلها وحشتيني، كنت عايزة أقعد جنبك شوية. لو قعدت وهي رفضت تحكي، اسمعي سكوتها. لو اتوترت في حضنك زي ما انتي اتوترتي في حضن مامتك، ما تزعليش، ده مش رفض ليكي، ده جسمها لسه بيتعلم من أول وجديد يعني ايه أمان. والأهم، اعتذري، مش اعتذار يوجعك، اعتذار يحررك. قوليلها أنا عارفة إني ساعات ما كنتش بعرف أقول كلام حلو، بس أنا بتعلم دلوقتي عشان خاطرك. الجملة دي لوحدها ممكن تمحي سنين. أما بقى أمهات الجيل الجديد اللي لسه ولادهم صغيرين، انتوا في ايديكم معجزة. انتوا تقدروا تمنعوا المشهد اللي بدأنا بيه الحلقة ده ان هو يتكرر. كل يوم عندك فرصة تحضني من غير ما يكونوا عاملين حاجة ولا حلوة ولا وحشة، بس علشان هما ولادك. تسمعي حكاية المدرسة التافهة كأنها أهم خبر في العالم، تخرجي معاهم خروجة ملهاش أي هدف غير إنكم تبقوا مع بعض. خليهم يحسوا إن وجودهم في حد ذاته متعة عليكي، مش بس مسؤولية كبيرة عليكي.
الطفل اللي بينام في حضنك النهاردة وهو متطمن هو نفسه الشاب اللي بعد 20 سنة هيرجع يجري على حضنك ده لما الدنيا تضيق بيه، لأنه عارف ومتأكد إن ده أكتر مكان آمن في العالم. فلو انتي أم كبيرة وبنتك كبرت، ولو انتي بنت كبيرة وحسيتي بالغربة في حضن مامتك، عايزاكي بعد الحلقة دي تعملي حاجة واحدة بس. ابعتي رسالة، مكالمة، قومي احضني، مش عشان تصلحي اللي فات كله في يوم، ولكن عشان تبدأي سطر جديد، سطر بتكتبي فيه أنا هنا وبحبك وبتعلم، لأن الحب عمره ما كان متأخر، ومحاولتك دي في حد ذاتها هي الحب. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من قعدة أمهات.